حلوه قوي يا جماعه. وتخلي بالك ولما تسيبيها دقيقه كده وبعدين ابداي قلبيها تكون مسكت في بعضها. شكلها حلو جدا ومش بتاخد وقت في التسويه اصلا. عايزه اقول لك شكلها روعه جدا. شكلها حلو قوي، طالعه جميله. اسمها القرمشه كده، ده شكلها اهو. سمع القرمشه جامده جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل النهارده الناجتس ان شاء الله هتعجبكم الطريقه باذن الله. جربوها ما تنسوش. معايا هنا كيلو ونص صدور او واحده ونص صدر دجاج حسب الكميه اللي انتوا حابين تعملوها. 3 معالق بقسماط و3 بصلات صغيرين او بصله واحده كبيره، هما 3 بصلات صغيرين مش كبار، وفصين توم. تمام. معانا بقى البهارات اللي تحبوا تشكلوها، فلفل اسود وبابريكا وجنزبيل، وهنحط رشه بسيطه قوي فص مستكه. عندكم مستكه تفرموه وتحطوه معاها، هيدي طعم جميل جدا وجربوها ان شاء الله هيعجبكم. هنفرم الاول البصل والثوم في الكبه. نقطع البصل بتاعنا علشان لو حطيتيه وحطيت الفراخ معاه مش هتتفرم كويس. فصين الثوم هنفرمهم في الكبه ونرجع لكم تاني. كده فرمناهم فرم ناعم اهو. دلوقتي بقى هننزل عليهم الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مقطعه صدور الفراخ بعد ما بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ممكن تحطي البهارات لما تطلعيها، وممكن تحطي البهارات معاها دلوقتي، بس انا الاول هفرمها مع البقسماط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دول 3 معالق بقسماط عشان الكميه اللي انا حطاها. هنحط معاها الملح، دول 3 معالق صغيرين او معلقه ملح كبيره. فلفل الاسود معلقه شويه صغيره بابريكا عشان انا مش عايزاها لونها يبقى احمر. معلقه بسيطه قوي، رشه بسيطه. وجنزبيل برضو معلقه صغيره. نحط معاها بقى كمان فص المستكه اللي انا قلتلك عليه. هو بيبقى شكله كده، بيتجاب من عند العطار. ممكن تفرميه او تبشريه لانه بيبقى جامد شويه. فاحنا هنحاول ان احنا نضربه في الهون، ندقه في الهون ونحطه معاه عشان يمتزج معاها كويس. ما خدش معانا وتحول وقت وتحول البودره خلاص. هنحطه بقى على الخليط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكلها لما طحنتها. ننزلها كده وهندقها بقى، هنفرمها مع بعض ونرجع لكم تاني. كده بعد ما فرمناها هنزلها بقى على ورق زبده كده، او على ورق او على صينيه زي ما انتوا حابين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمتها فرمه ناعمه كويسه. شايفين عامله ازاي؟ وطلع كميه محترمه. يعني حابه انت تزودي الكميه وتغنيها في الثلاجه زي ما انت عايزه. في الكميه ما شاء الله اللي طلعت معايا. هنزل عليها زيت. حابه تحطي زيت معاها وهي بتتفرم يكون افضل، علشان معلقتين زيت بس. هنعجنها كده بسيط خالص. ليه حطيت الزيت بقى؟ علشان تتفرد معايا بكل سهوله على الورقه وما تعكسنيش. كان فيها حته عظمه هنشيلها. كان فيها كده حته عظمه. طلعوا معايا. طبعا العظم مش هيتفرد معاها من الكبه. هتقطعيها بقى بالشكل ده او هتكوريها تعملي اللي انت حباه فيها. هخلصها ونرجع تاني.
عملناها بالشكل ده. هتحب بقى تقطعيها كده كده، او عندك قطعات ممكن تستخدمي القطعات بتاعتك. نقطة الزيت اللي حطيتيها دي هتخليها تتقطع معاكي بكل سهولة. وطبعا سمكها يرجع لك انت، تخليها تخينة تخليها رفيعة زي ما انتوا حابين. بعد ما خلصناها تقطيع بالطول هنقطعها بقى ايه بالعرض كده، زي ما قلت لك سمكها وطولها او عرضها بيرجع لك انت. هتشكليها على ايدك بقى، شايفين السمك بتاعها هيبقى حلو جدا. هنعمل بقى اللي معانا كده بنفس الشكل ونرجع لكم تاني. معانا كيس فيجيتار هنا عشان ما تاخدش منك وقت. الشكل ده ممكن تدخليها التلاجة تجمد شويه على بال ايه ما تمسك في بعضها، او تشتغلي فيها زي ما انا هعمل. هنحط عليه دقيق، ممكن تعملي ده لوحده وده لوحده اهو، وهنخلطهم مع بعض. هياخد شكل ايه حلو وطعم جميل، لان هو مبهر اصلا. مش هتحتاجي بقى تحطي عليه اي بهارات. وهنجيب هنا بيضتين، هتاخديها بقى وهتنزليها هنا الاول دي كده. وبعد ما هنحطها هنا نزليها هنا، وهتغلفيها كويس وايه وتركنيها بقى على جنب. بس كده. وانت بتعمليها بقى كده ممكن ايه تظبطي شكلها تبقى معاكي بالشكل ده. هنسيبها بقى هنا ونكمل بقيه اللي معانا بنفس الشكل ونرجع لكم تاني. بعد ما هنغلفهم بقى كده هنجيب زيت غزير على النار ونسيبه يطفى خالص، وبعدين ننزل فيه ونقليها. هنا الزيت بعد ما سخن هنبدأ ننزلها، وما تقلبيهاش على طول، سيبيها دقيقة. لما تلاقيها بدأت تصفر شوية كده تقومي مقلباها، علشان بس ايه الحاجات اللي عليها ما تقعش في تبدأي تنزلي كله كده. اول ما تلاقيها عملت اللون ده تبدأي بقى ايه تقلبيها. وطبعا انت بتكوني مسخنة النار رفعاها، توطي عليها لما تبدأ تصفر علشان تستوي من بره ومن جوه، تاخد اللون الحلو ده. بس ما توطيش النار قوي علشان ايه ما تاخدش وقت معاكي في السوا. مش بتاخد اكتر من 3-4 دقايق بالظبط واستوت معايا. شايفين لونها عامل ازاي؟ كانت تحفة بجد. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون افدتكم ولو بمعلومة بسيطة. جربوا الطريقة ان شاء الله هتعجبكم، وما تشتروش من بره. اسمعي القرمشة كده، ده شكلها اهو. سمع القرمشة جامدة جدا. ان شاء الله هتعجبك.